النهارده انا حابب ادردش معاكم في موضوع مهم 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 لأبعد الحدود. الموضوع بتاع النهارده اتطلب من اكتر من شخص، ويعني كل اللي بيطلبه دايما بيكون بيعاني بالمعنى الحرفي، وخطأ من اخطاء التفكير اللي هو الاوفر ثينكينج، التفكير المفرط. انا حابب قبل ما ابدا اشرح لك فيه الاوفر ثينكينج وهو اسبابه ايه ونشأته جت منين وعلاجه ايه والكلام الجميل ده. انا حابب اقول لك الاول امتى اقول ان انا عندي اوفر ثينكينج اساسا يعني، وازاي احكم على ده. تعريفه جاي من اسمه ان هو تفكير مفرط. وخلي بالك انا قلت تفكير مفرط مش تفكير كتير، لان في فرق بينهم. ما انا ممكن اكون بفكر في حاجه كتير مع ان انا ما عنديش تفكير مفرط. الفرق ان كتير لما قلت كتير وسكت فانا ما حددتش انه اكتر من اللازم. يعني هو كمان ان هو كتير مش معناه ان هو وحش، مش كل حاجه كتير هي وحشه يعني، فاهم؟ وانت لما بتكتر في حاجه لا ممكن يزودك مهاره. يعني انت مثلا لما بتلعب جيم، اما بتزود وتلعب جيم الكتير انت كده بقيت راجل جيماوي، فانت استفدت، ما بوظتش ولا حاجه، ما حصلكش مشكله يعني. انما لما اقول مفرط فهو زاد عن الليفل بتاعه، فبقى اكتر من الليفل اللي انا المفروض اكون بفكر فيه. فتلاقي الشخص الاوفر ثينكر بيفكر في الاشياء التافهه باكتر من حقها، فتلاقيه بيعظم الامور. يعني تلاقي ان الحاجات الصغيره اللي في حياته بيفكر فيها بزياده وبيديلها اتنشن من تركيزه ومن انتباهه اكتر من اللازم، عشان كده بنسميه مفرط. فهي دي اصلا معنى كلمه مفرط. فعشان بس في ناس كتير جدا بتفكر كتير، مش معنى بتفكر كتير عندك تفكير مفرط، لا، هو ممكن انت فعلا في حدث حواليك يستاهل انك تفكر كتير. يعني قرار مصيري مثلا، هتخش كلية ايه، ناوي تشتغل في انهي شركة، هتخش في مجال ايه، يعني الحاجات دي فعلا بتحتاج منك تفكير كتير لانها قرار ذو اهمية. وهنا المقصود اساسا من مفرط هو انه طلع بره القدر المعين بتاعه اللي انا المفروض اديهوله. فهنا كل حدث في حياه الانسان لازم ان انا اختار القدر المعين من التفكير فيها. لما بيزيد عن القدر ده بسميه تفكير مفرط. ده اختصارا ايه هو التفكير المفرط؟ انا بفكر في حاجه ما تستاهلش كل التفكير ده، هنا بنسميه تفكير مفرط. كمان لازم يكون ده يعني نمط حياه، مش مره حصلت او اتنين او تلاته، لا ده بيكون لايف ستايل، عشان اقدر اقول ان ده فعلا اضطراب التفكير المفرط. اضطراب، وده يعني لعنة مش مرض، ده لعنة يعني متعب جدا ومرهق جدا لأي شخص مهما كانت صلابته. هقول لك على المشكلة الأكبر في الأوفر ثينكينج وليه فعلا الموضوع ده خطير جدا. أعراض الأوفر ثينكينج كتير جدا، وللأسف الأعراض اللي بتيجي من الأمراض النفسية أو من الاضطرابات النفسية بتكون مشابهة لأمراض كتير عضوية، وده اللي بيسبب خلط ما بين المشكلة النفسية والجسدية. في جزء كامل اسمه سايكوماتيك ديس اوردرز اللي هو الاضطرابات النفس الجسديه في الطب وكده، وهم بيكونوا عارفين ان فعلا النفس بيحصل فيها مشكله بيبدا ان هو يطلع ويطغى ويظهر على الجسم. احنا في حياتنا اليوميه مش هنعرف نحدد اذا كان عندنا اوفر ثينكينج او لا الا لو انت مدرك لايه هو الاوفر ثينكينج، زي ما انا شرحت لك من شويه. مشكلته الكبيره ان ما بتعرفش الا في النهايه، فبيعمل معاك يعني الغلط بكل ما تحمله الكلمه بالمعنى، لانه مش بس بيضرب لك اجهزه جسمك كله تقريبا، يعني هو بيضرب الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز الحركي او الهيكلي اللي هو العضلات والعظام. الحاجات دي كلها تنضرب ضرب مبرح، يعني حاجه كده صدقني مش بأفور ساعه لما اقول لك ان فعلا تؤدي الى الوفاه، يعني بلا مبالغه تؤدي الى الوفاه. مش هتموت مباشره من ان عندك تفكير مفرط، بس توابعها بتؤدي الى الوفاه. عشان كده بنقول ان الموضوع خطير جدا. وليه قلت لعنه؟ لان فعلا الاوفر ثينكر ما عندوش حل غير انه يفكر. هو يعني وصل بيه المرحله من التفكير المفرط انه مش قادر يوقف تفكيره، عشان كده اسمها لعنه. يعني انت غصب عنك بتفكر، وهشرح لك ده ليه دلوقتي، وليه فعلا الاوفر ثينكر هنا مش بيفكر بمزاجه، هو هنا مضطر فعلا ومجبر ومغصوب على انه يفكر. تعال اخدك كده في لفه عن الاعراض بتاعه الاوفر ثينكينج. اعراضه بتبدا بصداع، تعكر مزاج، خمول، لما بقيتش قادر تقوم على السرير كل يوم، حاسس ان انت منهك ومرهق من غير ما تبذل مجهود. انت لسه صاحي من على النوم والمفروض ان انت داخل في ذروه النشاط، لا انت مرهق طول اليوم، ما بتبذلش مجهود ومع ذلك برضو مرهق. بعد فتره لو الموضوع كان زياده عن حد وكان الليفل بتاع الاوفر ثينكينج ده عالي وخد وقت طويل انت عايش فيه،
هتلاقي ان جالك بعد كده القولون العصبي، هتلاقي ان جالك مشاكل في العضلات، سواء بقى عقد عضليه، تليفات عضليه، او بعد كده الموضوع ممكن يتطور لمشاكل في الاعصاب زي التهاب الاعصاب ومشاكل اخرى يعني، وتوصل لاماكن مش لطيفه خالص، مش لطيفه خالص صدقني. انا واحد من ضمن الناس كنت بعاني من اوفر ثينكينج، وما زلت على فكره بعاني منه لفترات قليله يعني، بحاول ان انا اتعامل مع الموضوع. وكنت زي اي حد على وجه الارض فكر ايه اللي اقدر اعمله. فممكن تكون يعني من هواة القراءة، فممكن تقرأ كتب زي كده مثلا، وتبدأ انك تحاول تشوف الناس قالت ايه عن الحوار ده. وممكن بعد قراءتك هتحس انك استفدت، فاهم يعني، انت هتحس انك فعلا استفدت، بس مفيش حل جذري للموضوع حصل، يعني مفيش مشكلة اتحلت، هي ممكن اتسكنت وبقى عندك نوع من المانجمنت. وده اللي انا كنت متضايق منه في الكتب دي، لانها بتعلمك ازاي تدير المشكله من غير ما تعلمك ازاي تستأصل جذور المشكله من تحت وتشيلها تماما، وتبدا تبني على نظيفه، وتبدا انك تزرع على نظيفه. اسباب الاوفر ثينكينج كتير فعلا، كتير جدا، بس احنا ممكن نختصرها، او انا بحب اختصرها للدوائر المغلقه. تقول لي يعني ايه دوائر مغلقه يا ابو حميد؟ اقول لك الدائره المغلقه ده يا صديقي هو عباره عن فكره جوه دماغك، ولكن انت تعاملت معاها بطريقه خلتها مش مكتمله. يعني ايه مش مكتمله؟ يعني ما خلصتش الفكره دي، فالفكره دي بتفضل تجري وراك مره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. وممكن تكون الفكره دي سواء كانت ايجابيه او سلبيه، قرار انت ما خدتوش وكان المفروض تاخده، قرار انت اخدته ما كانش المفروض تاخده، يعني ممكن يكون اي فكره. فانت كل مره انت مش بتنجح في انك تتعامل معاها، او ما بتعرفش تتعامل معاها بالطريقه الصح، فهي ما بتنتهيش، هي بترجع لك تاني. هنا المشكلة ان في كل مرة انت بتبدأ انك تفكر في الفكرة دي، انت بتنشط دايرة عصبية او وصلة عصبية جوه المخ مخصوصة او مصممة خصيصا للفكرة دي. الفكرة هنا انك في كل مرة بتزود في التفكير فيها، الروابط العصبية بتاعت الفكرة دي بتكون اقوى، فبالتالي بتسيطر عليك بشكل اكبر. وهنا المشكلة بتكمن. ليه قلنا عليها لعنة؟ لأنها فعلا بتمنعك من إنك تبطل تفكر. يعني حتى لو أنت عاوز ده بكل قوتك ومدرك وفاهم، إلا إنك مش بتعرف توقف تفكير. وده سبب العلم زي ما قلت لك، إنك بتفضل تلف في السايكل بتاعت نفس الرابطة العصبية، وده اللي بيؤدي مع الوقت لقوة الرابطة العصبية وطغيانها على قدرتك على التحمل في انك تمنع نفسك عن التفكير فيها. ولانك كل مرة بتفشل في التعامل معاها وما بتعرفش تشبعها، الموضوع هنا بقى شبه محفوظ للدماغ. مش بس انت بتفكر فيها، بل انت بتفكر فيها ومخك هيمنعك انك توصل لنتيجة حتى لو انت عاوز توصل. يعني الموضوع بقى تعود. هنا انت للاسف يعني عندنا معجزه في جسمنا اسمها النيوروبلاستيسيتي او المرونه العصبيه، وديت القدره اللانهائيه على التكيف تحت ظروف معينه. القدرة دي زي ما هي نعمة للإنسان وربنا خلقها فينا عشان نقدر نتعايش مع كل الظروف المحيطة، إلا إنها كمان هي تعريف لكلمة التعود. يعني الحاجة أيا كانت مسماها سلبية أو إيجابية، أنت لو عملتها كتير مخك بيتعود عليها، فتلاقي إن الموضوع بقى unoptional، غير يعني مش بمزاجك، مش اختياري خالص، لا أنت بقيت هنا مجبر، وعقلك وأعصابك وهرموناتك كله بيتفاعل، جسمك بيبقى ضدك. ودي الحقيقة، جسمك هنا بيكون ضدك فعلا. اللوبس دي او السايكلز المقفولة او الدوائر المقفولة دي هي الاختصار لكل انواع الاوفر ثينكينج. ممكن تكون بتفكر في المستقبل قلقان منه، او ممكن تكون بتفكر في الماضي وندمان عليه، او بتفكر فيه بشكل مستمر بسبب صدمة معينة. ممكن تكون مشاكل في التعامل مع اي حد بره البيت او جوه البيت. ايا كانت الفكرة اللي بتعيد التفكير فيها، فهي هنا بقت دايرة مغلقة، وكل مرة بتعيد التفكير فيها بتبقى أقوى، وبيصبح استحواذ عقلك عليك بسببها أعلى. هنا أنت بتصبح عبد الفكرة دي، وفعلا ما تقدرش توقف تفكير. ومع الوقت الأوفر ثينكينج بيصبح لايف ستايل في كل أفعال حياتك. هنا بتبدأ تحصل الكوارث سواء على المستوى الشخصي أو البدني، يعني جسمك بيتأثر. وعلى فكرة الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية هي فعلا
من الامراض اللي انا بشوفها خبيثه، لانك انت كمان ممكن ما تكونش داري ان عندك المشكله دي. جسمك بيبدا يتكلم معاك ويرسل لك انذارات، بيبعت لك كل شويه الارم، تحذير، فوق فوق فوق، ما بتعرفش انك تتعامل وتفوق فعلا. فجسمك بيبدا تلقائيا مع الوقت انه ما يديكش انذارات تاني ويقول لك انت كده كده مش سامعني، لان دايما عقلك ماشي بوضع اللي هو السيف مود، السيف انرجي، يعني بيحاول ان هو دايما يخلي طاقته لنفسه عشان يقدر يوفر طاقه، يبقى دايما جاهز لاي مشكله. فده بيخليه مع الوقت يمنع الاشارات اللي بتوصل لك تقول لك ان في مشكله هنا، هو يعني في مشكله حاول تشوف حل. انت ما بتستجيبش فما بقاش بيبعت تاني. طب انت متخيل ان لو واحد عنده اوفر ثينكينج بالاعراض اللي انا بقول لك عليها، انه بقى كل شيء في حياته بيفكر فيه كتير جدا مرارا وتكرارا وما يوصلش فيه اي نتيجه، تفتكر حياته هتكون عامله ايه بعد فتره من الوقت وقليله كمان؟ يعني الشخص اللي بيعاني من اوفر ثينكينج لو استمر شهر او شهرين او 3 أو 4 وصل سنه، صدقني مصيره النهائي انه هيكون واحد من المصابين بالامراض العضويه اللي ملهاش تشخيص عضوي. يعني هتروح تعمل اشاعاتك تحاليلك وتروح للدكاتره بتاعتك ومش هتلاقي مشكله.